انت عارف ان الموديل الجديد اللي نزل من شات جي بي تي اقوى واخطر نموذج ذكاء اصطناعي على البشريه؟ تعالى نسمع كده المدير التنفيذي لشركة OpenAI بيقول ايه. GPT-5 can also do stuff for you. And anyone pretty soon will be able to do more than anyone in history could. المفاجأة إن بقى فيه ايجنت مود، يعني يقدر ينفذ أوامرك ويشتغل بدالك، مش زي الأول لما كان بيرد عليك بس. واتطور جدا في المجال الطبي، يقدر يفهم الأشعة والتحليل بتاعها. كمان دلوقتي يقدر يكتب كود كامل للعبة أو تطبيق ولا أشطر مبرمج. تعالوا نشوف ازاي ده بيشكل أكبر خطر علينا ونجربه كمان مع بعض. أنا مروة وأنا ليان، واحنا من عائلة هيلبر. اعمل لي لعبة بصورتي أبقى طاير وأعدي حواجز زي لعبة فلابي بيرد. طب وأنا كمان يا مروان ينفع أدخل معاك في اللعبة دي؟ حاضر يا ليان. زود على اللعبة دي صورة ليان كأنها بتضربني بمسدس علشان تخسرني. موضوع سهل وبسيط خالص. من سطرين بس كتبناهم اتعملت لعبة كتب فيها أكتر من 500 سطر كود. طب نسأله كده عن اللي يقدر يعمله في الايجنت مود ونشوف رده. يعني دلوقتي يقدر يقرا الايميلات بتاعك ويرد كمان بدالك، ويقدر ينشر اعلان منتجك على المنصات ويتابع كمان التعليقات. واي حاجه انت بتعملها بقى هتديله الصلاحيات وهو اللي ينام. شايفين وصلنا لايه؟ احنا ننام بقى ونسيبه يشتغل بدلنا. واللي مش هيلحق يستخدمه دلوقتي هيفضل متاخر وناس كتير هتسبق. بس الميزه دلوقتي انك تقدر تجربه مجانا. واكتب لنا في الكومنتس جربت ولا لسه. وبس كده، تابعنا واستفيد واعرف اكتر بدون تعقيد. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واوعوا تنسوا السبسكرايب. سلام.